اهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس. نرحب بكم في حلقة جديدة من الكلمة الأخيرة، حيث الكلام لا ينتهي وانعكاس إثارة ومتعة كأس العالم فيفا 2026 والتغطية مستمرة على مدار الساعة عبر بين سبورتس لكل ما هو جديد ولكل ما هو مثير ولكل تفاصيل هذا المونديال. نرحب سريعا في نخبة من الصحفيين المميزين، جليل العبودي وحسين عرقاب، أمجد الفقهاء وصابر غراوي. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك يا مشاري، مساء الخير عليك وعلى الزملاء الأعزاء وعلى مشاهدينك الكرام. أبرز ما حدث في المواجهة العربية، الجزائر تنتصر على الأردن. نتابع أبرز ما جاء في هذه المواجهة ثم نفتح النقاش مع ضيوف. نجح المنتخب الجزائري في تحقيق انتصار ثمين على المنتخب الأردني بنتيجة 2-0 بعد أن تأخر بالنتيجة المرة الأولى في تاريخ الجزائر تقلب بالنتيجة. المبروك للجزائريين وهارد لك للأردنيين. مبروك يا حسين وهارد لك أمجد. نبدأ معك حسين، هذا الانتصار الثمين و3 نقاط للجزائر. اكيد مشاري، اولا نشكر المنتخب الاردني في مباراه اليوم، اكيد انه قدم مباراه كبيره شكل العديد من الصعاب للمنتخب الجزائري، كما يجب علينا اليوم ان نشكر لاعبي المنتخب الجزائري بصراحه. لا نتكلم عن الجميع، اتكلم عن بعض الاسماء قدمت رد فعل اظهرت انه تبحث عن اسعاد الشعب الجزائري من خلال هذه النسخه. المدرب نفس الشيء اليوم علامه استفهام، ربما سنعود للحديث عليه فيما تبقى من البرنامج. مدرب الصراحه انا لحد الساعه لم يقنعني في كاس العالم هذه. المنتخب الاردني مع كل احتراماتي له في الجزائر ولا واحد فرح بالفوز بالاردن. امجد ما تزعل مني والله. في الجزائر ولا واحد فرح بالفوز على الاردن، لانه احنا ننتظر الفوز على الارجنتين. تعالوا الارجنتين على الاقل مش تدخل ماتش الاردن بس غادي يفسر استنغاص. مش تستغل الاردن والله. الاردن منتخب قوي. نكلمك عن الجزائر، احنا 5 مشاركات في كاس العالم، اوكي، انت تملك في لاعبيك لا في صفوفك اسماء لا يملكها المنتخب الاردني. تملك لاعبين لعبوا في سيتي، في دورتموند، في ليل، في ليفركوزن، في انتراخت فرانكفورت. بيزنون عليك الاردنيين، بيزنون عليك. قلت الحقيقه، قلت المدرب المنتخب الاردني قدم ما عليه وكثر. اليوم كرة القدم اصبحت مختلفة. انت تتحدث عن تاريخ وتتحدث عن بطولات، لكن اليوم الادوات الموجودة صديقي، الادوات الموجودة والانسجام والتوافق ما بين المجموعة ككل. انا من وجهة نظري كأردني كنت متفائل كثيرا بهذه المباراة وبانها سهلة، ولو ركز المدير الفني للاسف جمال السلامي لاخذ المباراة بكل سهولة، لكنه ضاع في مثل كل مرة في الشوط الثاني يهدر الفوز. هذه حكايه متكرره اصبحت مع المنتخب الوطني للاسف الشديد. نقطة يقول ليس سعيدين بالانتصار على الاردن، يعني كان متوقع انتصاره. لا اي شخص صراحه والله في الجزائر انا نعكس بيقول صراحه يكلمك مباشره، يقول لك ان الانتصار متوقع وامر طبيعي. لا تفهم انه نقلت منتخب الاردن. منتخب الاردن قلت لك منتخب قوي، خسرنا كاس العرب، خسرنا كاس اسيا. انا اقول لك هديه تم اعطائها جمال السلامي. احنا المفروض طيب يقول لك هذه هديه، انت ما انتصرت الا بهديه. هديه لانه المدرب نرجع نقول مدرب اللي ما يوديش بالناصر كاس عالم ويودي لاعب مثل الزروقي يطلع من الشوط الاول، مدرب اللي يصر انه ما ياخذ بونجح كاس العالم وبونجح في احسن فورمه في الدوري القطري، مدرب اللي اليوم زروقي شو سوى؟ لعبوا شوط اول وطلعوا شوط ثاني. بوداوي نفس الشيء، جميعا انتقدوا في الشوط الاول في المباراه الاولى ضد الارجنتين، ترجع تلعبوا في ضد الاردن وطلعوا. انا اريد ان اعكس اليك الشارع الاردني. بعدين والله اتكلم على رايتك على لا بس حسين انت رد عليك امجد، قال انتم فوزكم اصلا كان هديه. هل تعلم الشارع الاردني هو اللي قال انت هديه صح ولا لا؟ هديه. جمال السلامي اعطاكم هديه. في الشوط الاول كان الجمهور الجزائري والمدير الفني للمنتخب الجزائري على اعصابه من هذا الرعب الموجود في الملعب. اليوم لم يتحكم بايقاع المباراه في الشوط الاول المنتخب الجزائري، لم يتحكم في الشوط الاول للدقيقه 60 لم يكن هذا اليوم. كانوا يستنوا ورا الاردن. كرة القدم الحديثة مبنية على هذا الشكل الذي اوجده المنتخب الاردني. للاسف الجميع في الاردن اليوم لا ينظر الى المنتخب الجزائري بانه البعبع. كانت المباراه استنى لما قلت بعبع انت تقول غير سعيدين الجزائريين؟ غير سعيدين لانه قلت لك اذا قارنا اقل حاجه على مستوى الاسماء يا مشاري، على مستوى الاسماء لا يمكن. حسين تكلم بصراحه اكثر، يعني شو اللي تقصد؟ شو اللي تقصده؟ على مستوى الاسماء لا يمكن مقارنه الجزائر بالمنتخب الاردني، ولا يمكن للاردن ان تشكل صعوبات للمنتخب الجزائري في وجود مدرب. ماذا قدم المنتخب الجزائري امام الارجنتين؟ ماذا قدم خلال 90 دقيقه؟ نمسا قدمت الارجنتين في المباراه الاولى. ماذا قدم امام الارجنتين؟ شو سوت الارجنتين امام الجزائر؟ انا اقول لك والله بكلمك بجد. كيف انت شو سوت الارجنتين؟ هل الارجنتين ضغطت على الجزائر؟ انت شفت الماتش؟ لعبه تمرين، كان تمرين المنتخب الارجنتيني. ما في تمرين، عباره عن تمرين. استنوا في الورا ولعبوا. صابر، هل الارجنتين ضغطت على الجزائر؟ خل صابر خل جليل. اي نعم. انا اليوم اعيد واكرر يا مشاري في الجزائر قلت لك والله تعال الكلمه يعني غير سعيدين. شوف يا امجد ما تفهمني غلط، ليس تقليلا من المنتخب الاردني. في الجزائر قسما بالله نص الشعب ان لم اقل 80% من الشعب زعلان لانه فاز على الاردن بهذه الطريقه.
تسمح لي حسين؟ واعطيتك الاسباب، انا ما قلت الاردن. اسمح لي. وهذا يعني ليس استنقاص. مش استنقاص، انا قلت مدرب عنده كل هذه الادوات المفروض ما يدخل الشوط الاول. ترى الاردن ما يخلص وصيف اسيا، الاردن وصيف العرب، الاردن تاهلت مباشره. انا قلتها الحين، انا قلتها. بس انا اقصد قد يكون من يتفق معك، انا ليس بصدد الرد عند في الاردن عندك نوري. اعطيني رد علي دقيقه بس. في الاردن صديق خليني اجاوبك عندك بن سبعيني. صديق حسين، اليوم انت منتخب الجزائر من بعد 2019 تراجع فنيا الى حد لا يمكن ان يقنع الشارع الجزائري. اليوم في هذه الفتره المنتخب الاردني عاش فتره تصاعديه من حيث الاسماء ومن حيث اللاعبين. انت تسالني في عندك، انا لا الوم لاعبين، الوم القائمين في الاتحاد الاردني على عدم التسويق الحقيقي للاعب الاردني، على عدم. اليوم اللاعب الاردني من افضل اللاعبين يا امجد، هذا شغل محلي. اللاعب الاردني اليوم لا بس حسين عشان يكمل ما قاطعكم. بس انا لو امتلكت اليوم مدير فني عالمي جريء لا تهدم المباراه بكل سهوله. هذا اللي جاوبك عليه. نسالك معلش، كم لقطه سويتها في الماتش هذا؟ كيف؟ انت كم لقطه سويتها في الماتش هذا؟ انت شفت الماتش وانا شفت صديقي الماتش. انا اليوم حدثت كرة قدم حديث حديثة مبنية على هذا الشكل. للاسف الشديد جمال السلامي لم يتدخل في الوقت المناسب. انهى المباراة. ان تخرج وتقول كنت انتظر بريك، تضحك على نفسك. انت معك ورقه قويه جدا، انت معك تبديل توقف هذا يعني عشان نختم النقطه، انت تقصد ان الانتصار كان بهديه وليس كما ذكر حسين انهم كانوا غير سعيدين في هذا الفوز. مساعد اعطيني فرص الجزائر. ما فيش هديه، مشاري محرز ضيع جولين يا امجد. هذه اذا انا ناس اعطيني فرص، محرز ضيع اعطيني فرص للجزائر. طيب صابر وجليل يفصلون، بس لا حسين نهدى، اعطيتكم فرصه بالبدايه وراح نرجع وراح نستكمل الحديث. صابر يا ريت نهدى، يعني انا متفاجئ من الاثنين بصراحه. لا بس لازم نتكلم في نفس السياق. انا متفاجئ من الاثنين. يعني لما تقول انه الشعب او الجمهور الجزائري مش سعيد بالفوز على الاردن، لا اسمح لي، مين الاردن؟ المنتخب الاردني في الاعوام الاخيره حلقه قويه جدا، سواء في منتخبات اسيا او في المنتخبات العربيه. لا هو استنقاص. لا هو استنقاص لما تقول ان انت الجمهور مش سعيد لان انت فزت على الاردن، ده تقليل من الاردن. لا الجمهور سعيد. انت فهمت تغليل؟ انا عشان كذي قلت لك حسين بعطيك تحت فرصه، خليك كمل بالصابر وارجع لك. لا بس عشان الصوت وعشان تصل للمشاهد نرتب الحوار. تفضل. المنتخب الاردني في الاعوام الاخيره حلقه قويه جدا، سواء في اسيا او في العرب. يا راجل فايز على منتخب مصر في البطوله العربيه 3-0. يعني المنتخب الاردني حلقه قويه جدا، واي فريق يفوز على الاردن يجب ان يكون سعيد بان هو تفوق على هذا المنتخب. دي نقطه مهمه بس لازم اتوقف عندها. رايك صابر، رايك محترم. قال لك رايك اللي بيقول لك ما هو ده رايي، ده الواقع. يعني نستبدل الحديث. لو قال لك يا راجل بص، انا بتكلم على منتخب صعد مباشره لكاس العالم وساب منتخبات زي السعوديه، زي العراق، زي قطر، او المنتخب عربي يصعد لكاس العالم وساب منتخبات ثانيه اللي بتنافسه، السعوديه، العراق، الامارات، قطر، كلها منتخبات لها تجارب في كاس العالم، وهو اول منتخب عربي يتاهل. بس مو من حقه انه يقول هو يعني كون ان الجزائر مثلا انا افرض الساعه. برجع لك حسين، برجع لك استخدم صابر عشان نروح الجليل. خلينا بقى نروح لامجد يقول لك انه هو السبب، بيحمل المسؤوليه كلها لجمال السلامي. يا رجل جمال السلامي في خلال السنتين اللي مسكهم تولى المسؤوليه في فتره وجيزه. انت لسه بتتكلم بتقول وصيف العرب، مين اللي عملها؟ انجاز. استنى بس خليني اكمل جملتي ارجوك. انجاز التاهل اللي احنا لسه بنتكلم فيه دلوقتي، انجاز التاهل المباشر، مين اللي عمله في الفتره الاخيره؟ جمال السلامي ولا حسين عموته؟ جمال السلامي صديقي. جمال السلامي اسمع، هو متولي المسؤوليه يوم 22 زي النهارده، يوم 22 يوليو 2024. طيب. جمال السلامي نفس الارقام اللي احنا بنقولها دي. اخر نقطه عشان نروح الجليل ما اتكلم. سيء الحظ، يزن النعمات اصابه، ادهم الخرش اصابه، ابراهيم صبرا اصابه، يعني مدرب سيء الحظ جدا. يعني انت وبالرغم من ذلك قدر يخرج بشكل، لو خرج من المونديال خروجه بشكل لا جليل ممتاز جليل.